بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، اليوم سنتكلم حول بداية تفكير المسلمين حول غزوة غزو أو فتح بلاد الشام. كيف بدأ البداية؟ كيف بدأ المسلمون يفكرون؟ أسباب والمناقشات الأولية بين المسلمين حول فتح جبهة جديدة لنشر الإسلام. اليوم سنتكلم حول هذا بإذن الله تعالى. هذا كذلك جزء من التاريخ الإسلامي. إيرو برايد عزيز أمي بحثا دسبيكا حاضرية مسلمانا كبر جبهة كي تازه جبون بلاكرنا إسلامي باجار شامي يج أمبيجن ولات شامي. شام زمان ما كردا دا جبايتاقتا سوري رام بجن شام لناوي وي زمان كيفن دا دمشق جراد بجن دمسقوس او ناوي دمشق. لكهات قوتن شام بلاد الشام سوريا واردن ولبنان وحتى نيفي كردستان اما وانا تاف او منطقه هانتاف جراد بجن بلاد الشام. اجا طبعا وي وقتها هاني دست روم دابو روم اسطنبول هاتبون وان درا قرتبون حتى قدس دست روم دابو يعني عادت وی وقتانه د دولت مازن ابو یک روم بو یک فارس بو جا فارس دهات و جا روم دهات. حتى صالح عولی کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام لما کی اسلامی گو فارس بسرکتن روم مغلوب بو دماغ روم مغلوب بو ملت مکه کیف خوش بون گو انسان وکا مکو دین و ایمان وانتنه گو بسر انسان وکا خودی کتابن حتى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض أو سورات يعني بوقتها خدا عز وجل جوارا جو الروم مغلوب بو لنوا چند سالا دا بسر كبه ودوان چند ساله هانه دا بسر جيكتو وفارس مغلوب بون. إجا مسلمانا دست بكر جو أمديك جبهة كي تازه وكن لورا بريا وي وقتها هانه جي دسه سال اگر كتبي روا ما جو شر مؤتة چبو پاش تبوک چه بو تبوک دا شر چه نبو لمؤتة شر چه بو دوی تبوک هانه دا دمؤتة دا جعفر بری حضرت علی شهید کت زید کری حارثه شهید کت و چند حب صحابی مازن واکنون شهید کتن 5000 مسلمان چوبون بدی هزار بلکه 100,000 ای روم هبون مسلمان وار حاسب زوره فلتین يعني بريا وان تاريخ هانه مسلمان و روم بشكي شر ما چه بو يعني هف ناس تكرن حتى مسلمان قوات روم جي فهم تكير عسكري وان شوه نظام وان شوه سلاحي وان شوه انا هيدي ناس كربون دموتي دا دس بكربون ناس تكن و روم نوكا فارس بو فارس بدين بو ولكن روم دقوتن اس خدي ديانتك كيما دين من هي لخوشا وان نداتكم مسلمان رابن لو تقول تجد بيجد دين من هي پیغمبر من هي تدبي الترناتيفا كالهي جبونه من فارس نا فارس ملحد بون يعني مجوسي بون فقط ایدنه روم بلا خوی دیانتی بون قد مسلمان حسنت کرن دگو فکرات و فکر من تتخوازی ببی آلترناتیف جبانه من تد بی آلترناتیف کا ایمانی جبربی كيف انجر ندهات اما انا ايرو بحثا ممكن ان شاء الله. طبعا من جهه الخليفه هو ابا بكر رضي الله عنه كان يتابع ما يجري في ارض العراق من فتوحات والنصر والهزيمه للفرس. من الناحية الثانية كان يفكر في فتح جبهة جديدة من جهة الشام، يفكر ماذا نفعل ولكن لم يحدث به أحدا فقط كان يفكر. وعادة الناس في الغالب أحيانا يفكرون في أنفسهم وبعد ذلك يبدأون بالتفكير ويوزعون التفكير. فسيدنا أبا بكر أولا كان يفكر ماذا نفعل، يريد أن يفتح جبهة جديدة ولكن لم يفاتح أحدا من الصحابة إلى أن أتاه أحد الصحابة وسأله قال هل تحدث نفسك في فتح الشام أو في فتح معركة جديدة فتح جبهة جديدة من ناحية الشام؟ فيقول سيدنا أبا بكر نعم أفكر ولكن كيف عرفت هذا؟ يقول رأيت رؤيا وسنقول بعد قليل رؤيته إن شاء الله. فإذا سيدنا أبو بكر كان يفكر له خطة له مشروع ولكن لم يحدث به أحد من الصحابة لأنهم كانوا مشغولين بجهة العراق ولكن كان يقول إلى أن يأتي الوقت المناسب. ولا تنسوا شيئا الكبار في الدول أصحاب المشاريع الكبيرة
عندهم سلسلة الأولويات، اليوم هذا وبكرة هذا وبكرة هذا، يقدم الأهم فالأهم وبعد ذلك الأقل أهمية. فالمسلمون سيدنا أبو بكر خصوصا كان الخليفة والمسؤول الأكبر في الدولة الإسلامية، الأولوية الأولى عندهم كان توحيد الجزيرة تحت راية الإسلام، وبعد ذلك تقليم أظافر الفرس، وبعد ذلك فتح جبهة جديدة مع الروم حتى يوسع ناحية الشام. فالأولوية كان هكذا. ربما أبا بكر كان ينتظر الوقت المناسب، ولكن حينما أتاه الصحابي وقال رأيت رؤيا ورأيت هكذا هكذا، فسيدنا أبا بكر يقول نعم هكذا، ويقول له يسمع رؤيا وكذلك يعبر رؤيته، سنقول إن شاء الله. بري هر تشتي أبو بكر خديجة رازيبة أو مسلمان بشتيكو جزيرة عربية أم بيجن بو مسلمان بقالي إيران دا دست بكر فارس را هشي والويبو يعني دقو أم شد بداوية شهر لورا شهر كيبتاني نبو بدهجية شهر دهات الكرن جروبة كليفر وصحابية ما ظنشون يعني حضرتي خالد لوية أبي عياضي كرة غنم لوية كان حب صحابية ما ظن تبي سروكن عقلي حضرتي أبو بكر لوية وفقط دلي خدا شامي در باست که ام دویدش گره دست بکن لیش کس کی را نگوتیه عقل خدا در باست کهش کس کی را نگوتیه حتی که رو کی صحابه کی ته او صحابه جی قاعده کی مازنه شروانه کی مازنه ته دوید قد عقلت در باست بیت آلی شامي در شرکی دست بکی دوی هری دوی ته چه وزانه بود دوی من خوا کی دیتیه بخو کی دیتیه از خوا خوشتر بیشم دوی والله حتانش کس کی را نگوتیه. حضرت ابو بکر عقل خدا در باز کلش کس کی را نگوت بو ام وها بکن اما خبردان و نکر بو وی تشتی جبیر و نکن قالوا جماعت انسان مازن دولت مازن انسان بعقل پروژه وان هنه لت پروژه دا چه مهمتره او پروژه وان هنه يعني مثلا تخوازي مريشكا كي بستيني تخوازي سيارة كي بستيني تخوازي مالك كي بستيني وانا سي بروجي تاني تبشخا حساب كي جوان اشترى دها مهمتره مثلا حياة وممات بجنيا تعولي بيجي كي جوانج مرة مهمة أولويات. أبو بكر جي خديجة رازي بتابع مسلمان مازن أولي إيه أن مهم جوانا دقو در دور مدينة هرشي منطقة قدوات پیغمبر دابيا مسلمان أولي أموام كنيك أبيا أعول بجوانا دويا أم بشكي تليا فارس بشكينن أو بشكي دستي خو زيدا درشت كه دسته خو حتی یمن درشت کردی وقتانه دا یمن دسته وان دابو يعني دسته فارس دابو اوا سیا گو پشت یک موانای صافی کرد امی بری خوبدن آری روم ما روم هف ناس کریش خون وان روم به هف را شر کربون هف ناس کرن لیگو عولیج مرا وانا مهمن حضرت ابو بکر جی جوخا پیلانه کی دانی بود گو اویا پر مهمه اویا پشکی جه مهمتره اویا جه مهمتره لگورا پیلان و پروژه وان فتح شركي آلي شاميدا بيلانا السيابو جوي تهليكاتر تشدني هبون وعولي موان رشار بكن بفي شكل يعني حضرت أبو بكر كفي صحابيه هات جرا قو تقال شاميد كي شركي دي آلي شاميدا قو هاري ولد عقرم دا درباست با عقرم دا درباست كروش كاس كرانا قوت بوها أبيا قوم خوكي ديتيه إجا قو ولا راسته مقوتيه دكا خوا خج مرابيجا. طبعا الصحابي الذي رأى الرؤيا هو شرحبيل رضي الله عنه أحد كبار الصحابة وكان قائدا في فتح المعارك أو جبهات في المنطقة العربية الجزيرة العربية. هذا شرحبيل رضي الله عنه يأتي إلى أبي بكر ويقول هل تفكر؟ يقول نعم والله كنت أفكر. يقول رأيت رؤيا فرؤيته طويلة فهذا رؤيا أبا بكر التمس فيه الخير قال هذا بشرى وخير إن شاء الله. يقول رأيت يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول رأينا وأنت أمام المجموعة وأمامك جبل مرتفع تطلع على الجبل وبعد ذلك تنزل إلى وادي الخروج صعب والنزول كذلك صعب ولكن بعد ذلك يكون الخير والبركة. رأيت بأنك تدخل في حصن وبعد ذلك الناس يطلبون منك الأمان ويقول قد أعطيتني راية وأنا أحمل الراية وأجاهد في سبيل الله أمامك وبعد ذلك يقول قيل لك اقرأ إذا جاء نصر الله والفتح. فأبو بكر يقول بشرك الله بالخير هذا كله فيه خير. يقول نعم بشرتني بالفتح وكذلك أعطيتني خبر وفاتي سأموت قبل أن ينتهي سأموت. كيف عرفت هذا؟ يقول إذا جاء نصر الله والفتح هذا معناه. يعبر يقول هذا علامة الفتح سنفتح إن شاء الله بعد الصعوبات ولكن
كذلك سأموت وهذا فيها خبر وفاتي. فيعتبر هذه الرؤيا مشجعة لسيدنا أبو بكر حتى يفاتح الصحابة ويبدأ يتكلم مع الصحابة ويأخذ رأيهم حول هذا الأمر، سنقول بعد قليل إن شاء الله. خوا في صحابي كتي أبو بكر دبي جاجمرة بي خوته تشبو دبي مدي قربال خكي هبو تتبيشوي قربال خانه دابوي چي أكي بلند بيشته هبو چيا شاخك يعني بزحمت حتى بسركتي أم دقال تتني دبي داويت هاتي عردك نزم عردك دشت خير وفري هبو دبي تبايراقك بايراق علمك سنجاقك دامج مون شرط بمج بشركر أزم عسكر كيتا دبي ما قالك جيا ذكر داويت كتي قلعك بيجا سورك يعني كتمي قلعه هاني خلقي داخواز امان اشتكر تجي كاغدا وان تقو امان جوارا داوي دبي خبردنگه كي هات اشتراغوتن سورة اذا جاء بخوينه تا سورة اذا جاء جخوان دبيش خورابو حضرت ابو بكر دبي استعبير اخواته بكم او تشياي هاني او دشت هاني شركي مازن بيشا مهنه زحمتي امتى دا بدينن امي قالك ازيات بدينن پاشه دبي او دشتك امكتني فريه هاني علامتك مبسر بكفن او قلعه هاني جي دبي علامات قوه اسلام دوان درادا امي خلقي امان ابن ملت بمسلمان هيك يجي يكون بالمسلمان اذا خواز امان اجما بكن امي امان ابن وان دبي سوره اذا جاء اجل منه دي وقت دبي دغري دبي تهم مزقينا خيريش دامن وتعجل ميجمراغو يعني از دبرمجي يعني داوياوي ده از بمرمجي اويا بو سبب حضرت ابو بكر خدا راضي به دقال صحابيه خبر ده بيجا ورناس فكره خو اشكراج ورا بيجم اجى حضرت ابو بكر بان صحابيه كر وغور از خو اخو اجورا بيجم وتشتكي وكينو هي داوي ام بلانك يجبون شام بكم. طبعا بعد هذه الرؤيا ابو بكر رضي الله عنه خلاص قال انا ساعلن رايي للصحابه وجمع الصحابه تكلم معهم قال افكر هكذا عندي راي أن نفتح جبهة جديدة لجهة الشام وندعوهم إلى الإسلام ولنا تعارف لنا خبرة معهم نعرف جيوشهم ترتيبات الجيش الأسلحة الموجودة عندهم نعرف هذا. فكبار الصحابة سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا عبد الرحمن طلحة كبار الصحابة كلهم يثنون علي بالخير ويقول نحن معك وفقك الله فاعمل ما تحب فنحن نعلم بأنك على الحق فيؤيدونه إلا رجلا واحدا ساكت ولا يتكلم إلا أن يطلب منه سيدنا أبو بكر وهو علي بن أبو طالب جالس ما يتكلم فيقول سيدنا أبو بكر يا أبا الحسن ما لي أراك ساكتا لا تقول كلام لا نعم ولا لا فيقول خلاص أنا سأقول لك رأيي سنقول رأيه بعد قليل إن شاء الله. پشتوی حضرت أبو بكر إجا مجلسه توبت كمجلسه وي وقتها بين صحابية مازنن توبت كالمزقفت الجامعية بيقالوا صحابية فكرك وكينون دلي مدهية بحث خويج ناك دبيت خوازم إجا أم إسلام بالي شامي دابش خم وان كان جارا شر كريم جا فهمت كن وهناك وان قبيلة بسلمان وان جي هنا خصوصا در دورة شامي جي قبيلة عربة مازن هبون ببون مسيحي حتى هناك جوانجي ببون وكب ملكة يعني أو مازن بون يعني جانا وان تخاز شر مسلمان بكن إيريش تكرن يعني دبيت خوازم الشر وان درادا فاتح بكم برا اسلام وان درادا جهره لا ور امچنا هاتنا ما شرجي بوانا كريه وهناك شوان قبيله نيفي وان بنا مسلمان وان حاصل امنه جاي بسرما داورن روم زانبو مسلمان تهليكان هيوالي وان داورن صحابيه كرونشتنا حضرت عمر حضرت عثمان عبد الرحمن كري عوف سعد كري ابي وقاص ما صحابيه ما اظن تفكي دبجن والله خدي بترى بتشتكي بخيره دوام بك ام دقلتنا امارن شريخ دوام بكن وانا تفتشت بخير جرات بيجن فقط يك صحابي كي رونشتيه وخبر ناده اوجي حضرت علي رونشته دنگي خناق سكنان دي حضرت ابو بكر طبعا بعقله دبي يا بابي حسن جرات قوتن ابو الحسن عدتك يوصل ابو حسن دبي تقي خبر نادي خيره فكره تاتشيه تدبيشه دبي از فكره خشترى بيجم ان شاء الله انا فكره يبخينا. طبعا اقرا كلمات سيدنا علي رضي الله عنه باللغه العربيه يقول فأرى أنك مبارك الأمر سيدنا علي هكذا يقول نعم يقول أنا أرى أنك مبارك الأمر يعني هذا أمر شيء مبارك ميمون نقية وإنك إن سرت إليهم بنفسك أو بعثت إليهم نصرت إن شاء الله خلاص نحن معك
سواء تذهب لوحدك يعني قائد للجيش أو ترسل أحدا بإذن الله ستنصر، هذا شيء مبارك والله معك إن شاء الله. فبعدما يقول هذا الكلام فيقول أبا بكر بشرك الله بخير، فمن أين علمت هذا؟ طيب الدليل يعني أنت بشرتني هذا والنصر معك. فيقول من أين لك هذا؟ يقول سيدنا علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه حتى يقوم الدين وأهله ظاهرون. خلاص يعني الحديث يقول الإسلام سيقوى، فما دام الرسول يقول سيقوى والناس سيحاربون ولكن الإسلام سينتصر، فأنا على يقين بأنك إذا سرت إليهم ستنصر بإذن الله تعالى فالنصر معك. يقول فقال أبا بكر سبحان الله ما أحسن هذا الحديث، لقد سررتني سرك الله في الدنيا والآخرة. كيف كان مخلصا سيدنا علي للخليفة وللإسلام ولفكرة نشر الإسلام، وكيف كان الصديق رضي الله عنه يحترمه ويحبه ويفرح ببشراه. هذا ما نعرفه من الصحابة ما كان بينهم. دبي حضرت علي قو تي إنسانك بركته تسر كفتي بإذن خدات قازانج بكي. دبي تشت هري سروك بي تشت يكي بشيني عسكر بيرهرن بإذن خدات سركفتي شرط قازانج بكي. دبي وقتك في كلمة هاني قو حضرت أبو بكر قو خده مزگينا خيره بدته يا علي تبياش كو درخست اف مزگيني هاني تديمن دليل كي تهبو يعني يوصى ما دليل تاخذ شمرا في تشتي هاني بيجي ابيا تبش تاخذ بشجرة تبي مزگيني خيره دامن تتشزاني. دبي حضرت علي دبي قو منش پیغمبر بيستي عليه الصلاة والسلام دبي جاء اف دين هاني هر اب قوات بقوات بكي بيرا شر بكجي اسلام بسركبه حتى كو رب عالمي دين خو تمام حتى كو قيامات راد يعني اسلام ابسر بكبه. دليل من اف حديث اني كو ام شر بكن وام بسر بكبن ان شاء الله. دبي حضرت ابو بكر پر كيف هاد قول الله كيف من اني خديج كيف تبينه خدي الدنيا والاخره تبدا كيف تبينه تبر مزگينه کا خوش تامن. جبي حديث اني جبي خبردان اني مره شو فهمتك ابو بكر علي عمر خديج تبا راضي به براي هفبون نيارتيكي عاجزيكي حيلكي خاينتيكي دلي كسكي دات نبو يعني فكركي هبونا تقول تنيا علي جا فكره تجي علي تشتكي بزامنا تقول خليفه تقول ابيا باشتره يعني ايروك تبجن يا علي خيانتي كرنا ولا ابو بكر خيانتي كرنا زاويه ظلمي لكن وانا تف دروبون تشتكي وساكن وتنبون تف خير وبركه والي كاريبو دست خود ريجي هفكرن وفكره خوش هفراد قوتن يعني ابقى صحابيه جو فقط ان قوتنا خوشك وكيف حضرت ابو بكر هاتو قوتشتكي خيرته ده قوتنا حضرت علي بو هم مزگینی کا خیره دای که او مراقش نکه و ان خبردان خوشك حضرت ابو بكر جواب ده ش حضرت علي را گو خدای مزگینا خیره بدته والله تا کیف مانی تا کیف مانی خدای هم د دنیای ده هم د آخرت ده کیف تبینه تشتکی پر خوش بو. به شکل هانه قرار خودان صحابيه قام دست بيك فقط ابي تشوا دست بيك انا ويجي هدي بيشن. طبعا بعد هذا القرار اتفقوا وكان الرأي بأن يفتحوا جبهة جديدة لنشر الإسلام، ولكن لا بد له من الاستعدادات. كيف سيبدأوا؟ سيرسل جيش دفعة واحدا أو مجزئين واحد هنا واحد هنا؟ كان أحد الصحابة ومنهم سيدنا عمر يقول نرسل جيشا وبعده جيشا وبعده جيشا، ولكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو يقول لا نفعل هكذا، نرسل جيش يهاجم يرجع مرة أخرى، نرسل لغاية ما نجمع شملنا. ولكن سيدنا أبو بكر اختار رأي سيدنا عمر قال لا نرسل ونرجع، نرسل جيشا إلى جهة ونرسل جيشا أخرى إلى جهة أخرى حتى يكون جبهات مفتوحة نوزع جيش الروم حتى لا يجتمع. ولكن الروم كان خبيث، الروم كان يحب أن يجمع جيشه ويهاجم عليهم واحدا واحدا، ولكن الصحابة كان لهم خطة أخرى. فهذا كان رأيهم، قالوا خلاص نرسل الجيش ولكن لابد من جمع الشمل، نجمع الجيوش. من أين سيجمعون؟ سنقول بعد قليل إن شاء الله. بشتيكو بريارة شرعي خدان قو أمي تشاوبكن فكرة حضرت عمر قو أمي عوليج عسكركي بشينن چند رو پاشه أمي عسكر كده بشينن چند رو پاشه أمي يكي دي بشينن أم تفجار كده ناشينن چه قاسة عسكري من جار بجار در که من قوة دورة مرا
جم مسلمان را قوت ای بیجه ما شاء الله داویه وانا نای عادت دنیا و ساکینه دم وقت هر جی کی تدی او قنوی زانه چنه قنوی سیاره وقت کبن دو هف کردی چیه سیاره و دو هفت ماشین یا وقت صد حب سیاره به هفراد قافله سیاره چه بو کی گو چه قافله سیاره هم بیجن قافله جمعت بیجن قنوی معنای مجموعه کی سیاره تا به هفراد ماشین قالوا که صد حب انسان تهبن تبي صد حب انسان هر یکی تخی تقسی کی باشه بس صد حب تقسی مقابل نزانه که صد حب بتاني نهر یکی حب کی دبقه والله ما هر عربه کی 5 حب تدانه تك 500 حب بني 500 حب چوايه او 100 حب چوانن دما کو تجاره کی دا بشینی خوازی 1000 حب خوازی 5000 جاره کی دا چو اما هر جاره 5000 بشی یا به داویه وانا نای ماشاءالله اوانا درس خوی هاتی دم بیجم صحابی ابی پلان آنید کرد جانت شده بود گو صد ورن صد هات دومان به حسبات دومان درد کرد گو ماشاءالله داویه وانا یعنی حضرت ابوبکر گو ام هر جاری گروه کی بشینن او که حضرت عمر صحابی کی دی گو نا گو ام گروه کی بشین برا شر بکن ورن جار کدم یکی بشین برا شر بکن هر نورن حضرت عمر حضرت ابوبکر گو اصاب کره منای امی هر جاره یکی بشین برالجی کتاب سکنه امی وان بشینن فی شکل یعنی پیلانان اف گروپ صحابیا بشینن قرار ساکینو دان گو امی عسکر خو گروپ شینن تفجار کدا ناشینن و برانه چنو نینجی امی وان بشینن او داوی امی پیلان جوانا بیجن کی لکبرا شربکه ولكن تشكيدن يا تعقلي وان امی انا يبيجن طبعا قبل ما يرسل الجيوش كبار الصحابه اقترحوا على سيدنا ابو بكر قال نريد أن نستعين بأهل اليمن ربما إلى هذا الوقت لم يطلبوا منه المساعدة ربما كان منطقتهم بعيدة قال نرسل إلى أهل اليمن ونطلب منهم المدد وكذلك ندعو ملوكهم إلى أن يحضروا المدينة المنورة ويروا حالنا فسيدنا أبو بكر أرسل إلى ملوك اليمن المسلمون دخلوا في الإسلام أغنياء ملوك كما نقول ملك صغير يعني فهؤلاء أتوا وكذلك أتى الجيوش سنقول الحكمة من هذه التصرف لماذا أرسلوا إلى الملوك والأمراء ليحضروا إلى المدينة سنقول الحكمة في هذا الأمر بريك عسكري يخبش ين صحابية أبو بكر الصديق راجو أم تخازن تشتكي اشترى بيجن جو كرمكن جو أم تخازن تخبرك مكتوبة كيج آلي يمن رابش يعني عرض مازن برا سلطان يمني ورن وانا بالسلمان يعني كي عشيرة دا خدها سلطانك يعني برا او عسكر بخورا بين ورن مدينة جبونة وان بشيني هم عسكر برا ورن هم سلطان وان برا ورن پادشاه وان برا ورن يعني اسلام نابجه كتبوه مسلمان تصفريات سروكي عشيرة خود سروكي عشيرة خود تا آغاي گنده خود آغاي گنده خود تي احترام قانون بگري لتنا و قوم خود تسات آخايت محترمت انسانك مازني افت نقطه هانه تشتكي پر مهم بو قوام خبر جوانا بشين برا ملوك يمن جوارن سلطان وان برا ورن و برا عسكر اجمرا بينن ام تخوازن بار دولت اسلام تيخن سرمله وان بفي فكره هانه حضرت ابو بكر جوانا خبر كيشان ام انا بجندي حكمه ما زنت يذهبون حكمه عول شبو حكمه دودويا شبو الحكمه الاولى من ارسال الى الملوك والامراء ليحضروا الى المدينه كما تعلمون وربما سمعتم كثيرا قبل سنوات 50 سنة 70 سنة 100 سنة حينما كان الدولة الشيوعية كانت قوية والغرب ربما كذلك كان اسمه بعيد وغرب القوة هكذا العلمانيون عندنا كانوا يأتون إلى الغرب ليروا الحياة المشرقة كما يكون في الغرب والشيوعيون عندنا يذهبوا إلى روسيا حتى يروا الوجه المشرق للاتحاد السوفيتي حتى يريهم فهذه الفكرة كان في القديم موجود فأراد الصحابة أن يدعوا الأمراء ويأتوا إلى المدينة ويروا معيشة المسلمين فيما بينهم الإسلام في عاصمته كيف يعيش الخليفة مع المسلمين كيف حياة الخليفة معهم لا ينفع أن تسمع فقط ولكن عليك أن تذهب وترى لذلك أتى كثير من المسلمين إلى الغرب ورأوا أمور كثيرة في الغرب ومن هذه الأمور التحلل الخلقي فأخذوا هذا وأتوا بها إلى بلدنا وقالوا العلمانية أفضل شيء وتحرروا من الأخلاق فأصبحنا كاسيات عاريات تعلمنا منهم لم نأخذ من الغرب شيئا إلا هذا الأمر
لم نأخذ منه لا صناعة ولا الحرية الفكر والتعبير، لا تكنولوجيا، لم فقط أخذنا منهم التحرر الخلقي. فربما شيء من هذا القبيل. سيدنا أبو بكر والصحابة قال نرسل إلى اليمن فليأتوا الملوك والأمراء ويروا حياة المسلمين فيما بينهم، كيف حياة المسلمين في العاصمة. فحينما أتوا كثير منهم كانوا ملوك وأمراء عليهم ثياب الزينة والفخر وهكذا، فرأوا الخليفة رضي الله عنه لابس أثواب مرقعة ضعيفة نحيف، بدنا نحيف لا يوجد عنده حراس، وكذلك أثواب متواضعة جدا يمشي بين ناس متواضعين. فتأثروا بسيدنا أبا بكر رضي الله عنه وتركوا كل ما عليه من الزينة ولبسوا ثياب أبا بكر، تشبهوا به. هذا هو. فعلينا أن نتأثر. فالغرب يعمل هكذا، يقول تعالوا إلينا شوفوا التكنولوجيا والحرية وهكذا، والاتحاد السوفيتي كان يقول تعالوا. فقبلهم سيدنا أبو بكر قالوا تعالوا إلينا وانظروا كيف ساوى الإسلام بين الراعي والرعية. بهذا الشكل تأثر كثير منهم بسيدنا أبو بكر وتركوا ما يلبسونه من الزينة وأصبحوا يلبسون مثل ثياب سيدنا أبو بكر، متواضعين جدا يعني. فتأثروا كثيرا بهذا الشيء. هذا كان أول الدروس من إرسال سيدنا أبو بكر إلى الملوك والأمراء في اليمن حتى يروا تطبيق الإسلام، حتى يقتنعوا به. وإذا ذهبوا إلى بلادهم يقول الإسلام هكذا يطبق، ليس كلاما نظريا فقط بل شيء عملي. هذا الفكرة الأولى، وحكمة عظيمة جدا حينما أرسل إليهم وتأثر به كثير من هؤلاء. حکمت حضرت ابوبکر شان حکمت مازن پر بو یک جوان گو براورن پراتیکا اسلام بدینن. جا اسلام چواه، پراتیکا اسلام چواه، جیانا ما چواه يعني. وان ملك وقت هاتن اویا برکه 8 سال بره 100 سال بره تدی ملت مدهات اوروبا. اوی می مدرن. اوی می سوسیالیست کم جوانات بیجن. اوجد چون روسیا. دگو پایتخت کمونیسم روسیا ور بدین روسیا چقاسا پیش دا چیه؟ پیش دکتنا روسیا يعني. عدد دولات اجملات را تقول كي خويا فكره من ورن بزامنا اشقاب فكره باشه يعني. اما قطعتنا اوروبا والله تقول اوروبا برو بيش داشي اوروبا براسي بيش داشي بو چند تشتادا. اما یک تشتكي بتنج مرانين باخلاقيه بتنج مرانين وكي دي تشتكي نانين. وقتج اوروبا صفرين قول والله جنة اوروبا تفت عزينا روتن قام جو خروت فكن. حيرا اوروبا علم هي تكنولوجيا هي خبات هي قلنا لازم فاناج مرا. جا اوروبا مرا باخلاقيه يعني. اوه ما چون روسیا جی گولا خودتنه و جاتن گو خودتنه وكيدي تشكي ندان ما يعني ياكي مثلا روسيا ام على اساس سوسياليست يا حق ملتي حق كاركرو عامله ما على اساس اماد ها ظلمي كرن. اوروبا جي على اساس ديمقراطيه وحريتها اما جاتن بو ديكتاتور وبلا سرمه اما باخلاقيش مرانين قبراجنه بخروت بكن عراقي بخون زناي بكن فيش مرانين. حضرت ابو بكر جو خبر جوانا شان وانا هاتن قبراورن بنيرن كا اسلام چوي ام چوا براتيكا اسلاميت كن. وقتك هاتن طبعا ملكن وقتا هجا باش يانا اسلام نديتنا تبجلي خوي لوكس هاتنا كان بيجم تقصير خوي مرسيدس هاتنا وقروات وان وجلي وان وهلا هلا وبرچعف كيوان جلي وان تبي زنجين انا هاتن تماشي ابو بكر كرين فقير ضعيف اختيار جلي وجلي فقيرايه ابو بكر ضعيف بر ضعيف يعني ضعيف تماشي كرن حالي خفدي كرن گو هاو يا خليفه وان جلي نورمال خو كريا جلي جوانم خرابتر ايمل همبري يا اغا ابو يعني جلي كي فقير بنفس دوراوي عسكر مسكرتنا وان سروكي هانه وان امير وملك كش يمن هاتنا تواش خو فدي كرن تاج خو ابيتن جلي خو زنگين تواوتن جون جلي وكا جلي ابو بكر خو كرن او جلي فقير جلي بنفس حتى ملت جوانا قلت تشد كيت ملكي قو إذا ملكتي قو خليفة ماذا كان جلي خليفة الخد كقو شوانه ما وان جلال خناك نحي بجمرة يعني براتيكا إسلامي كدافع دولة إسلامي ذات وي وقت مدينة بايتخت وعاصمة بو يعني وي وقت سروك دولة حياتها وشوايا جيانا وشوايا درسا كمازن دولة ذهبوا. طبعا شيء آخر كذلك حتى يأخذ منه الجنود ويرسلوا يروا كيف ساوى الإسلام بين الراعي والرعية والعدالة الموجودة والرحمة الموجودة التعاطف والخير والبركة الموجود حتى يزدادوا حماسة للدفاع عن الإسلام. ولكن حصل شيء آخر كذلك حينما أتوا واستمعوا إلى القرآن رأوا بأن الصحابة يقرؤون القرآن فبكوا
الذين أتوا من اليمن. يقول فلما سمعوا القرآن بكوا بكاء شديدا من خشية الله عز وجل، فبكى الصديق كذلك رضي الله عنه وقال هكذا كنا حينما دخلنا في الإسلام، كنا نبكي كذلك، ولكن ثم قست القلوب مع الأسف الشديد. هؤلاء كانوا جدد في الإسلام، فحينما سمعوا الآيات رقت قلوبهم وبكوا من خشية الله عز وجل، فبكى أبا بكر وقال نحن كذلك كنا هكذا، ولكن قست القلوب. فيها أولا اعتراف، وكذلك فيها تذكير بفضل هؤلاء دخلوا في الإسلام فما زالوا جددا في الإسلام يتأثرون بأمور كثيرة، فمدحهم بهذا الأمر كذلك. تشتكي دنيتسا دمي دمك هاتن وانا قرآن دهات خواندن تي صحابنا قرآن يتخوينن صحابي مازن هنا دقريان استير شعبي وانا تخواري وانا قريان. قرآن براستي كتابك بر غريب وعجيبة، ياكي قد عربي نظام بجي تهار الجميع قرآن يبخويني وعربي خبردي دبي أفهردو نوا كهفن، أفهردو نعيدنا عربي وقرآن هردو نوا كهفن. دقال القرآن عربية يعني أما لذتك هي غريب هي دما قرآن إخوان دبي قريان وان إنسان كهاتنا دقريان حضرت أبو بكر جي قريان دبي أمشي بري وهابون دقريان داوية مع الأسف قلبي ما حشك بو، داوية قلبي ما حشك بو بسكي قني ما زيادة شيبون لمن تقاوم خوشن ودما قرآن تخوين دلي وتشوته كيف وته مدقرين. حضرت أبو بكر بردا جوانا بي خبردان خوش جواناكو طبعا حكمة الدنيا جيكو بانا بانوال مزني وان كرن كبر فانا ورن خير وسلامتي اسلامي بدي نكو اسلام تشقى بخيره بركته رحمته ظلم كيف دكه عدالتي انيه براتي تينا مرحمتي تينا جبون ايفان انسان دها زيده جدل وجانج اسلام را خدمته يمكن افانا فكره حضرت ابو بكر بون. حتى حفتاتي ان شاء الله براخد درس مع البراب من من حفتاتي بحثه شاندنا عسكر بكن ان شاء الله، الى ان نلتقي في الجمعه القادمه سنتكلم حول ارسال الجنود ان شاء الله. اليوم كان حول الاستعداد والبدايه. نرجو الله عز وجل ان يرزقنا حسن الفهم لتاريخ الاسلام والتطبيق ان شاء الله والدعوه الى الله عز وجل، وان يرزقنا قلبا خاشعا ان شاء الله ولسانا ذاكرا وبدنا مطيعا لله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.